أول ما دخلت بيت الزوجية، سارة اكتشفت صدمة عمرها. عصام مش كتوم ولا مكسوف، عصام ممسوس بأمه وأخته، حرفياً ما بيتكلمش ولا يتنفس إلا بأمرهم. كانت بتحاول تقرب منه، تفهمه إن دي حياتهم هما الاتنين، إنها ملكهم هما وبس. مرة تلمح، مرة بالكلام المباشر، لكن مفيش فايدة، كأنها بتكلم حيطة. مكملوش شهرين جواز وبدأت المشاكل تحصل. أمه وأخته كانوا بيطلعوا لعصام أي حجة، أي كلمة تافهة يقلبوها خناقة عشان عصام يهجرها بالشهرين. سارة كانت في الأول فاكرة إنها مشكلة عادية بتعدي، لكن مع الوقت اللعبة بانت، كانت خطة ممنهجة عشان يحرقوا أعصابها ويهدوا بيتها. سارة حاولت تشتكي بس الإجابة كانت صادمة. تفتكروا أهله عملوا فيها إيه تاني؟ شوفوا المفاجأة في الجزء اللي جاي.